خلينا متفقين ان الفترة دي الناس بتدور على الريتش، يعني بيدوروا ان هم يتكلموا عن الفرق الكبيرة برشلونة وريال مدريد ومانشستر وليفربول والفرق اللي ليها جماهير كبيرة عشان ليها متابعين كتير فيدخلوا يشوفوا الفيديو. بصراحة يا جماعة انا مش بيفرق معايا الكلام ده خالص، انا بدور ان انا اعمل حاجة تكون جامدة وتكون مختلفة. عشان كده قررت احلل التكتيك بتاع برايتون، لان هم بيقدموا عظمة السنة دي في الدوري الانجليزي وبيلعبوا كورة جامدة جدا وخطط كتير جدا. روبرتو ديزيربي ممرن اللعيبة عليها وبينفذها في كل ماتش. فالموضوع ده بالنسبه لي انا ما كانش ينفع افوته خالص، وخصوصا ان هي فرقه ملهاش جمهور كبير ومش الناس كلها بتتابعها. فانا قررت ان انا ابين لكم التكتيك بتاعهم وطريقه لعبهم واوريكم هم قد ايه بيقدموا كوره جامده جدا جدا في الدوري الانجليزي السنه دي. برايتون الفرقه الوحيده اللي هم معاهم الكوره كانهم بيعملوا كاونتر اتاك بالظبط، بيعملوا هجمه مرتده. ديزيربي عنده مبادئ كده بيمشي عليها، ان هو يسحب الفرقه الثانيه في الضغط اللي هم بيضغطوه عليه، وبعد كده يفضي مساحات في ظهرهم عشان يقدر ان هو يعمل كاونتر اتاك في ظهرهم، او يقدر ان هو يهاجمهم في ظهرهم. عشان كده قلت لكم ان برايتون الفرقه الوحيده اللي وهي معاها كوره كانها بتعمل كاونتر اتاك، لان هو بيستفز الفرقه الثانيه انها تطلع عليه عشان يفضي مساحات في ظهرهم ويقدر ان هو يهاجمهم في المساحات الفاضيه اللي عندهم. هو بيبدا بالشكل الطبيعي 4 2 3 1، بس وهو معاه الكوره دايما هتلاقي الفيرود واللعيب اللي بيلعب رقم 10 او البلاي ميكر بينزلوا قدام الديفندرين عشان يفضوا مساحه في الحته دي، وفي نفس الوقت الهافين بيبقوا فاتحين الملعب جدا. تلاقي على طول دايما فرق بينهم 35 او 40 يارده عشان يبقوا فاتحين الملعب، والاسترتش اللي هم بيبقوا عاملينه ده بيخلي الفرقه تفتح خطوطها جدا مع المساحات اللي موجوده. لما الفيرود والبلاي ميكر بينزلوا لتحت بيواجه دايما الفرقه الثانيه بتواجه صعوبات جامده جدا لما برايتون بتمسك الكره وتهاجم عليهم، عشان بيبقى فيه مساحات ولعيبه برايتون بتقدر تستغل ده بشكل كويس جدا. وانا هشرح لكم دلوقتي بالتفصيل ازاي هو بيقدر يطلع بالبيلد اب لما فرقه بتضغط عليه عالي، ازاي بيقدر يطلع بالكره بشكل كويس جدا من تحت. روبرتو ديزيربي دايما في البيلد اب بيعمل 3 حاجات ريليتد ببعض جدا، ليهم علاقه ببعض جدا. اول حاجه ان هو بيخلي الاثنين المساكين ينقلوا الكوره بشكل عرضي بشكل مستفز جدا، تستفز لعيبه الفرقه الثانيه عشان يضطروا ان هم يضغطوا عليهم. وبعد كده هو بيبقى اعتماده ان هو لما اللعيب يضغط عليهم ان هو يخلي الديفندرين واحد منهم يهرب ويستلم. تاني حاجه روبرتو ديزيربي بيعملها حاجه غريبه جدا يا جماعه، بصراحه اي مدرب في الدنيا دايما بيأمر الاثنين الديفندرين ان هم لما المساكين يبقوا بينقلوا الكوره ان هو يفضي مساحه لعب للمساك سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان يقدر ان هو يستلم. لا، روبرتو ديزيربي مش بيعمل كده خالص، بيخلي الاثنين الديفندرين موجودين في حاجه اسمها الشادو سبيس، اللي هي المكان المقفول اللي فيه الفيرود واللعيب رقم 10 في الفرقه الثانيه بيضغطوا فيه. هو بيتعمد ان هو يعمل ده جدا، حتى لو في مساحه للديفندر ان هو يروح يستلم لا ما بيخلوش يروح يستلم. بس هو ليه بيعمل كده؟ عشان هو بيعتمد على ان لما الفيرود يقدر ان هو يحس ان هو يقدر خلاص ياخد الكره من المساك فيبقى فضه لعب للديفندر. وفي نفس الوقت لما قلنا اللعيب رقم 10 والفيرود بتاع برايتون بينزلوا نص الملعب فيعمل كتله عدديه بشكل كبير جدا، ضغطه هنا عند المساكين بتاع برايتون، فيبقى في ظهر الفرقه الثانيه في مساحه كبيره جدا في نص الملعب اللي احنا قلنا عليها مع الوينجين اللي بيبقوا فاتحين الملعب، فبيبقى في مساحه كبيره جدا في ظهر الفرقه الثانيه. في نفس الوقت هو لما بيعمل كده يا جماعه هو بيعمل كده بيفضل ينقل الكرة بين الاثنين المساكين لحد ما ديفندر منهم بيهرب ويقدر ان هو يستلم الكرة. تالت حاجة بقى اللي هي انت اكيد وانت بتتفرج هتقول مثلا طب الديفندر سواء ده او ده ما عرفش يستلم هيعمل ايه؟ هو اكيد مش هيغلب في القصة دي خالص، هو بيخلي الاثنين المساكين يفضلوا ينقلوا. لو تاني حاجة ما حصلتش اللي هي الاثنين الديفندرات يفضلوا في مكانهم ما فيش حد منهم قدر ان هو يهرب ويستلم، بينفذ تالت خطة اللي هي ايه؟ اللي هي حاجة اسمها ان لعيب بلينك بلاير تالت خالص بره اللعب بيدخل في اللعبه. يعني مساك بيحط الكوره مثلا للعيب الهاف او البلاي ميكر اللعيب رقم 10 او حد منهم بيهرب من المراقبه ويقدر ان هو ينزل يستلم، وفي نفس الوقت خلاص بيبقى الديفندر عدل جسمه وبيبقى فيهم واحد خلاص مكانه فضي، فاللينك بلاير ده بيحط الكوره للديفندر فهم خلاص بيبقوا اوريدي طلعوا بالكوره والديفندر قدر يستلم وقدروا يعملوا البيلد اب ويطلعوا بالهجمه. فالحقيقه هو بيطبق ده بشكل حلو جدا وبشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت الخطه اللي هو بيطبقها دي وفتحه الملعب اللي الهافين بيفتحوها مع تضييق المساحات من الفيرود والبلاي ميكر مع الديفندرين اللي تحت بتدي له اريحيه كبيره جدا. على فكره حتى لو ما عملش البيلد اب اللي هو عايز يعمله يطلع بالكوره ممكن يطلع بكوره طويله على الهاف سواء ده او ده، لان هو بيبقى حاطه في موقف 1 على 1 مع الباك رايت او مع الباك ليفت، ففي نفس الوقت ان هو ممكن يلعب كوره طويله على الهاف ده ويروح 1 على 1
على الباك رايت على طول ويقدر يجيب جون زي ما حصلت مع ميتوما مثلا، والجون عملها له على طول وقدر ان هو يروح يجيب جون من كرة طويلة جدا، راحوا بلمستين على الجون جاب جون. ببساطة خطة البيلد اب بتاعته بتعتمد على النقل الكتير جدا بين الاثنين المساكين بشكل مستفز لحد ما فيرود من الفرقة الثانية يضغط عليه، فالمساك يا اما يلاقي مساحة لعب للديفندر اللي هو في مكانه، وفي نفس الوقت البلاي ميكر واللعيب رقم 10 ضامنين عشان يبقى فيه مساحة في ظهر المدافعين الفرقة الثانية مع فتحة الهافات اللي قلنا عليها. يا اما لو الديفندر منهم ممسوك بيدخل اللينك بلاير اللي هو بيبقى بره اللعب خالص، بيفضي لنفسه ويستلم الكوره يحطها مثلا الديفندر اللي بيبقى اوريدي عدل جسمه وخلاص بقى فري ان هو يستلم ويبقى طلع بالكوره وعمل الهجمه اللي احنا قلنا تعتبر كانها هجمه مرتده وهم معاهم الكوره وبيطبقوها بشكل كويس جدا. يا اما لو الحلول دي كلها متقفله ممكن يلجا للكور الطويله مع فتحه الملعب اللي الهافين بيفتحوها، بيبقوا دايما في موقف 1 على 1، فممكن كور منها تيجي جون زي ما قلنا اللي حصلت مع ميتوما. ما تنسوش الناس اللي مش عامله لي فولو على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك ادخلوا اعملوا لي فولو واعملوا لي سبسكرايب على يوتيوب عشان تستنوا مني كل جديد. سلام.